تخيل انك ما تقدرش تبلع بق مية او عينك ما تقفلش وانت نايم. حكايات حقيقية هتخليك تقول الحمد لله مليون مرة. كان في واحدة قريبتي جالها جلطة أثرت على عصب البلع، ما كانتش عارفة تشرب حتى بق مية صغير. واحدة صاحبتي جالها العصب السابع أثر على عينيها، ما كانتش بتعرف ترمش ولا حتى تقفل عينيها عشان تنام. كان لازم تقفل عينيها ببلاستر عشان ما تفضلش مفتوحة والقرنية تتأذي. وكان في طفل عنده مرض نادر اسمه عدم التعرق، لو لعب مع صحابه حرارة جسمه تعلى بشكل خطير، ولازم يساعده جسمه يفضل في جو بارد عشان ممكن يتوفي لو ارتفعت حرارته لو عمل مجهود، لأنه ما عندوش غدد التعرق. لو انت بتعرف تبلع، لو انت بتعرف ترمش، لو جسمك بيتعرق طبيعي، احمد ربنا ليل ونهار. دي نعمة عظيمة واحنا مش واخدين بالنا. الله سبحانه وتعالى بيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فما تنساش تقول الحمد لله دايما. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل فولو لايك وتصلي على النبي علشان اللي جاي أحلى.